من قناة أخبار متنوعة. السلام عليكم. لا تنسوا الاشتراك لتصلكم الفيديوهات اليومية التي نقوم بنشرها على القناة. تواصل إدارة باريس سان جيرمان الفرنسية اهتمامها بالدولي المغربي حكيم زياش لاعب تشيلسي الإنجليزي قصد التعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وذكر موقع لوديس الفرنسي أن إدارة باريس سان جيرمان متشبتة بضم زياش صيفا بعدما وضعته إدارة البلوز في قائمة اللاعبين المرشحين لمغادرة الفريق مع نهاية الموسم الجاري بسبب عدم الاعتماد عليه بشكل أساسي في التشكيلة الرسمية. وأورد المصدر ذاته أن المدير الرياضي لفريق العاصمة الفرنسية لا يزال يلح في التعاقد مع لاعب المنتخب المغربي رغم فشل انتقاله في الميركاتو الشتوي في ساعاته الأخيرة. وكانت صحيفة ذا أتلتيك البريطانية قد أكدت في وقت سابق أن إدارة تشيلسي وضعت زياش ضمن قائمة اللاعبين المغادرين للفريق صيفا. وتجدر الإشارة إلى أن العديد من الفرق كانت ترغب في ضم زياش بعد تألقه في كأس العالم قطر 2022 رفقة المنتخب الوطني المغربي، من أبرزها باريس سان جيرمان وميلان الإيطالي ونيوكاسل يونايتد الإنجليزي.